اللي بيقول جمال مبارك هو احسن حد يبقى رئيس مصر دلوقتي، ويا ريت يرشح نفسه بسرعه علشان يرجع لنا ايام العز اللي كنا فيها ويرحمنا من الظروف الصعبه اللي بنعيشها. ايه رايك لو نرجع كام سنه لورا ونعرف جمال هو وشلته عملوا ايه في البلد بالظبط؟ مبدئيا كده خلينا نقول ان بعد فتره غياب طويله لابن الريس، اول ما ظهر من جديد الناس نزلت توطي على ايده تبوسها وتدعي له من كل قلبها وتترحم على ايام ابوه. مش بس كده، ده بقوا يقولوا له يا ريس كمان، مع انه في يوم من الايام اتشال هو وابوه من الحكم بثوره شعبيه واتمنعوا كمان من المشاركه في الحياه السياسيه. ومع ذلك ظهر جمال وسط حاشيته والعساكر حواليه شمال ويمين وهو بيزور قبر والده، وكانه نجم سينمائي كل الناس بتتسابق علشان تتصور معاه، والكاميرات كمان وراه في كل حته. والغريب بقى انه هو ده نفس الشخص اللي اتحاكم واتسجن بحكم نهائي في قضيه مخله بالشرف، والقضيه دي انه سرق فلوس الناس اللي عايزين يتصوروا معاه. بس السؤال المهم جدا هنا، ايه اللي خلى جمال تحديدا له الشعبيه الكبيره دي عند الناس كلها؟ وليه بيتعاملوا معاه هو تحديدا على انه رئيس جمهوريه او ممكن في يوم من الايام يبقى رئيس؟ لو فكرت شويه هتلاقي ان الاجابه ببساطه في ظهور جمال مبارك نفسه في اخر 10 سنين من حكم والده. هتلاقيه بيظهر في كل حته بالبودي جارد، وحواليه كمان شله من رجال الاعمال والمسؤولين اللي موجودين معاه في كل مكان. مش بس كده، ده كمان كان مدعوم دايما بالكاميرات الرسميه من الاعلام الرسمي للدوله، وهو ده اللي خلى الناس من وقتها تتعامل معاه على انه فعلا الحاكم الفعلي للبلد. وده ما كانش بيحصل ابدا مع علاء اخوه، ولا حتى عمره كان بيحصل مع اي حد من ابناء رؤساء الجمهوريه قبله. لحد نهايه التسعينات كان جمال مبارك زيه زي اي حد من ولاد الرئيس، لحد ما بدأ يظهر واحدة واحدة على الساحة السياسية، وخصوصا لما مسك منصب أمانة لجنة الشباب في الحزب الوطني، وطبعا الحزب الحاكم للبلد. ومن وقتها ظهرت هوجة الأغاني الشبابية العظيمة اللي بتتكلم عن جيل المستقبل وبتفخم في ابن رئيس الجمهورية مش الرئيس نفسه. ولسه جمال يدوب بيقول يا هادي في عالم السياسة، وبيطلع السلم واحدة واحدة، فيطلع من أمانة الشباب لأمين لجنة السياسات في الحزب الوطني، اللي شغلتها في الوقت ده ترسم سياسات للحكومة وتراجع كمان مشروعات القوانين اللي بتقترحها الحكومة، وكل ده طبعا قبل ما يناقشوها في مجلس الشعب. يعني تقدر تقول كده رئيس جمهورية صغير. ويفضل جمال يكبر وظهوره يكتر واسمه يتردد في كل حتة، وصوره وفيديوهاته تغرق الصحافة والتلفزيون. وفي نفس الوقت ظهور الرئيس مبارك بيخف تدريجيا وبيقل واحدة واحدة، والناس بتنساه، وبيتعاملوا معاه كمان على انه راجل كبير ما بقاش قد الحكم زي زمان، واعتبر ابوك يا اخي والسن له احكام برضه. فمين دلوقتي قدامنا اللي يعتبر خير خلف لخير سلف؟ جمال مبارك طبعا. كل ده كان بيحصل والمعارضة في الشوارع غضبانة ورافضة جدا فكرة توريث الحكم في دولة جمهورية مش ملكية، وبالذات بعد حكم 30 سنة ما فيهمش خطوة لقدام. ده غير كمان آخر 10 سنين في حكم الرئيس مبارك اللي انتهوا في الآخر بفضيحة انتخابات 2010، وأكدت للكل بلا شك إن الأرض كانت بتتفرش للسيد جمال مبارك علشان يكون رئيس لمصر. فتقوم ثورة يناير 2011 بعنوانها الرئيسي لا لتوريث الحكم، فجمال ما يلاقيش قدامه غير إنه يستقيل من الحزب الوطني، وبعده على طول يتنحى مبارك عن الحكم ويسلم السلطة للمجلس العسكري علشان تتبخر في ثانية كل الأحلام والطموحات عند العيلة المالكة. صحيح مصر عمرها ما جربت الحكم المدني تقريبا، بس في نفس الوقت ما ينفعش تعمل فيها مدني وانت جاي بطريقة غير شرعية لمجرد بس انك مستند انك ابن رئيس الجمهورية، لان كل حاجة بتفكر فيها ممكن تتهد في ثانية لو الناس بس فاقت وصحيت من نومها. وبعد ما كنت فرحان بسلطتك اللي خدتها في لحظة من غير اي مجهود، هتلاقي نفسك بعد كده محدش بيفتكرك في اي حاجة، لان خيوط اللعبة ما بقتش في ايد ابوك.